كان واحد من أهم النجوم في فترة الألفينات، مفيش فيلم ولا مسلسل إلا وتلاقيه واخد فيه أهم الأدوار، لكن موت أخوه حول حياته 180 درجة، والأضواء والشهرة اتحولوا لزنزانة وسجن بسبب تعطيل المخدرات. وبعد سنين ظهر من تاني لكنه بيستغيث بالجمهور. يا ترى إيه اللي بيحصل مع أحمد عزمي واللي تصدر الترند في الساعات الأخيرة؟ كل ده وأكتر هنعرفه في الفيديو ده للآخر، بس تابعنا. أحمد عزمي جوكر الوسط الفني في فترة الألفينات، وجايز كمان من قبلها بشوية. بدأ مسيرته الفنية من سن صغير وحقق نجاحات كبيرة، بس دوام الحال من المحال. والكل اتفاجئ النهاردة ببوست نزل على الفيسبوك بيشتكي فيه أحمد من قلة الأعمال، وكتب في البوست: أتمنى من أصدقائي وزملائي الفنانين اللي اشتغلت معاهم على مدار حياتي مساعدتي في الحصول على فرصة عمل. الحياة ملهاش طعم من غير شغل، وابني بيكبر قدامي ومش عارف ازاي هساعده على مواجهة صعوبات الحياة. وبيكمل أحمد كلامه بيقول: أنا مش قادر أحقق ذاتي وما عنديش شغلانة تانية وخايف أموت من الحزن. الكلام ده لف على السوشيال ميديا كلها وخلى الجمهور يتعاطف من قلبه معاه، ونقابة الممثلين أخدت موقف فوري على الرسالة دي. بس قبل ما حد ياخد باله من رد فعل النقابة، الكل كان بيسأل: يا ترى إيه اللي حول حياة أحمد عزمي بالشكل الفظيع ده؟ هل فعلا بسبب المنتجين والمخرجين ولا الشلالية زي ما النجوم بتقول؟ بس الإجابة كانت إنه أحمد نجمه كان لامع لحد آخر لحظة، ولكن موت أخوه غير حياته 180 درجة، لأنه شافه هو بيتقتل قدام عينيه، ومن يومها وبقى شخص تاني تماما. ساب الفن وكل حاجة وسافر على شرم الشيخ، وهناك اتجه لسكة المخدرات، واتقبض عليه في يوم وهو معاه كميات كبيرة منه، ومعاه كمان بنت متهمة في قضية الآداب، واتحكم عليه بالسجن 6 شهور. وفي وسط كل الظروف دي والدته ما استحملتش اللي بيحصل وماتت من غير ما تلحق حتى تسلم عليه. وبعد ما خرج من السجن الدنيا اتقفلت في وشه أكتر وأكتر، وحاول إنه يخلص على نفسه بعد ما لقى نفسه من غير شغل، وكمان مش قادر يدفع مصاريف مدرسة ابنه ولا حتى قادر يكون ملزم بيه، لكنه جاهد نفسه وحاول إنه يقف على رجله. علشان كده كل النجوم ونقابة المهن التمثيلية وكمان الجمهور عارفين إن أحمد كان وهيفضل مشروع نجم كبير، بس الظروف القهرية هي اللي غيرت له حياته. عشان كده الدكتور أشرف زكي أول ما شاف البوست أعلن وقال إنه في أدوار كتير هتكون من نصيب أحمد عزمي الفترة الجاية، وإنه نجم وتلميذ كبير محترم، وإنه يستاهل يتواجد في الوسط الفني. دلوقتي بقى جه دوركم تقولوا لنا إيه أكتر عمل فني كنتوا بتحبوه لأحمد عزمي. اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات.